أهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. صلوا على النبي ويلا بينا نبتدي قصة النهاردة. أنا اسمي هناء، عندي دلوقتي 27 سنة، خريجة خدمة اجتماعية. بابايا الله يرحمه مات بسبب الكانسر فجأة، تعب فجأة كده ودخل المستشفى ومات. بابا كان عنده أراضي زراعية كتير ومأمن مستقبلنا جدا، وعطلنا بيت كامل متكامل، أكتر من شقة كلهم إيجار، واحنا قاعدين في شقة واحدة بس. أمي كانت ست زي القمر، عندها 45 سنة، ما يبانش عليها سنها. لما كنت بمشي معاها في الشارع كانت الناس بتقول عليا ان انا اختها. مش معقولة تكون دي امك، دي اكيد اختك. وانا طبعا كنت بحب امي جدا وبحترمها جدا. لما بابا مات ماما جالها عرسان طوابير، لانها بجد كانت جميلة، بس ماما كانت بترفض. عمرها ما حسستني ان هي ممكن فعلا توافق على اي حد. 5 سنين، 5 سنين حرفيا، كل شهر شهرين بيجيلها عريس. وامي كانت رافضة تماما ان هي تتجوز، وعايزة تعيش معايا وتربيني وبس. قالت لي حبيبتي احنا ربنا سترنا والحمد لله ماديا ومرتاحين جدا، فلوس بتجيلنا كل شهر من الأراضي بتاعت بابا، وفي نفس الوقت عندنا بيت بيدخل لنا دخل ثابت. وبابا كمان كان مأمن على كل حاجة، يعني الحمد لله مش محتاجين لحد. لكن بقى حسين ده كان أكتر حد أنا معجبة بيه في الدنيا. ده كان صاحب هايبر ماركت قدام البيت، يعني قريب وبشوفه من البلكونة بتاعتنا. كنت دايما بيلفت انتباهي أسلوبه وطريقته وكلامه. شاب زي القمر، جسم رياضي، بس أنا ما كنتش بحبه، لكن هو كان دايما بيلفت انتباهي. وبجد كان دايما بيبص عليا طول ما أنا واقفة في البلكونة. أنا كنت مقررة إن أنا أشتغل، وفعلا بدأت إن أنا أدور على شغل. أمي قالت لي إن إحنا مش محتاجين حاجة، وأنا مش عايزة منك حاجة، كفاية قوي إن إحنا الاتنين نقعد مع بعض كده. قلت لها أنا ما درستش كل ده علشان أقعد في البيت في الآخر، أنا محتاجة إن أنا أشتغل. وما لقيتش شغل، قدمت هنا وقدمت هنا، وعمالة أعمل كورسات وأنا قاعدة في البيت، واخد كورسات انجليش وكمبيوتر علشان بجد كان عندي فراغ. وبقيت طول ما انا في البيت بطبخ، بعمل الاكل، اروق الشقة، واقعد على الكمبيوتر، اقف في البلكونة. وطبعا كل ده وقدامي حسين. ماما ما كانتش بتبعتني اجيب اي حاجة، كانت بتكلم حسين بالتليفون وهو كان بيجيب لنا الحاجة لحد البيت. لا وكان بيطلعها لنا كمان فوق. كان دايما كده يبصلي من تحت لتحت. لحد بعد 5 سنين بالظبط من موت بابا، لقيت ماما متغيرة كده، مش عوايدها، بتلبس وبتتمكيج وبتحط برفان وهي خارجة. أمي ما كانتش بتعمل كده، كانت مهتمية بنفسها، لكن في البيت كانت مهتمية بنفسها بس مش للدرجاتي. فطبعا أنا كنت حاسة إن في حاجة، بس برضو متوقعتش. لحد ما لقيتها في مرة بتقولي أنا عايزاكي في حاجة مهمة جدا جدا. قلت لها ماشي يا ماما اتفضلي. قالت لي بصي بقى يا حبيبتي، انتي عارفة ان احنا لوحدنا ومن ساعة بابا ما مات وانا قافلة على نفسي، وانا دلوقتي قررت ان انا اتجوز. عارفة حسين اللي شغال في الهايبر؟ قلت لها اه طبعا عارفاه. وانا بقى مش مصدقة كلمة حسين دي. قلت لها ماله؟ قالت لي اصل بصراحة ان هو متقدم لي. قلت لها ايه هو اللي متقدم لك؟ ازاي يعني؟ ازاي يا امي؟ ده صغير، ده لسه شاب. قالت لي طب وقصدك ايه؟ هو انا كبيرة ولا ايه؟ قلت لها لا يا ماما مش قصدي، بس ده بالميت كده انتي تبقي اكبر منه ب15 20 سنة. قالت لي ب15 بس، اهم حاجة الحب، الحب مش بالسن.
واضح ان حسين كان فعلا خلاص اتملك من امي، لان كل الكلام والزعل والانهيار اللي انا كنت فيه قدامها كان بالنسبة لها ولا حاجة. ما فكرتش حتى ان هي تفكر ولو دقيقة في كلامي. اتصلت على خالتي وقلت لها بصي يا خالته، ماما عايزة تتجوز، وانا مش معترضة وعمري ما اعترضت، وهي حرة طبعا ومن حقها، لكن تتجوز شخص مناسب. وصدقوني انا ما عملتش كده علشان انا كنت معجبة بيه، ولا علشان انا شايفة ان ده ما ينفعش، سن فرق كبير. حسين ده يليق لي انا، وهو هيبقى جوزك انتي. وخالتي فعلا جت وقعدت مع ماما، وماما اتعاركت معاها وقالت لها محدش ليه دعوة، ده قراري وانا حرة فيه. وساعتها طبعا انا ما قدرتش اعمل حاجة غير ان انا اوافق واسكت. صوت وانتهى. ماما دخلت حسين البيت، بس المرة دي بقى خطيبها جه وقعد معانا يوم بحاله يشوف البيت اللي هو هيعيش فيه. فضل يتكلم طول النهار عن نفسه وعن مجده وعن شغله وعن سنه، وهو شاب محافظ على نفسه وشاب رشيق. بقيت واقفة واقول معقولة ده هيبقى جوز امي؟ طب انا هعيش معاه ازاي يعني في بيت واحد؟ طب انا هعمل ايه بالظبط؟ الموضوع ده صعب بجد، محدش هيحس بيه غير اللي جربه. لكن امي كانت واقعة في لشوشتها. خلاص الامر نفذ وما بقاش ليا رأي في اي حاجة، وقلت يلا وسبتها على ربنا. وفعلا امي اتجوزته فعلا. وطبعا انا رحت قعدت عند خالتي اسبوعين كاملين، علشان مش هينفع طبعا لان دول عرسان جداد. وطول ما انا قاعدة في البيت عمالة اتخيل انا لما اروح هعيش معاهم ازاي، هقعد معاه ازاي، هتكلم معاه ازاي، طب هخدمه ازاي، ده هيبقى ايه يعني، مش عارفة. احساس صعب قوي يا جماعة. المهم بعد اسبوعين روحت وكنت حاسة ان كأن امي ما بين نارين، بين نار ان انا وحشاها وبين نار ان هي عروسة وعايزة تقعد وتتدلع وتنبسط. فطبعا لما روحت امي ما بطلتش طريقتها في الدلع، اللبس والقمصان والحاجات اللانجيري وكل ده قدامي، وكل الهزار والضحك كان قدامي. ساعتها حسين وعدني قدام ماما ان هو حتى لو في سن بينا قريب لكن هو هيعتبرني بنته. وطبعا انا ما كنتش مصدقة الكلام ده بيني وبينكم، يعني 4 سنين بنتك ازاي؟ طبعا ماما كانت فرحانة وقالت له الله هيبقى سند وظهر لبنتي وهتلاقي حد تبقي مسنودة عليه، لان انا ما عنديش اخوات واولاد ولا حتى بنات، ولا لينا حد خالص، يعني الراجل هيكون معانا. خالتي كانت مدياني شوية نصايح كده علشان اقدر اعيش في الظروف دي. قالت لي بصي يا حبيبتي خلي بالك، لا تقعدي معاه لوحدكم ولا تبقي منفردة انتي وهو ومامتك نايمة او اي حاجة من دي. خلي بالك لما تيجي تنامي تقفلي اوضتك ايه على نفسك. شوية نصايح. خالتي كانت واخدة بالها ان الوضع ده ما ينفعش، وان ما ينفعش واحدة تجيب شاب من دور بنتها وتقعده معاها في نفس البيت، وعايزة الامور تبقى طبيعية، لان احنا مش في الزمن بتاع الكلام ده. المهم سمعت كلام خالتي فعلا وابتديت ان انا اعمل زي ما ماما، زي ما هي كانت بتقولي، زي ما خالتي كانت بتقولي بالظبط. بس حسين بجد كان غريب. قدام ماما يبوس ايديها ويهزر معاها ويفضل طول ما هو قاعد يدلع فيها، لكن بيني وبينه كان لازم يقعد يبصلي نظرات غريبة. كان قدام ماما بيقدر يمثل فعلا دور الراجل اللي بيحب، دور السند والظهر، لكن في شوية تصرفات كده منه مريبة. المشكلة بقى مش في كل ده، المشكلة كانت فيا أنا، لأن أنا كنت أصلا معجبة بيه بسبب هيئته وهو في الشارع. فلما بقى معايا وقدامي بطريقته وكلامه وأسلوبه ابتديت بجد إن أنا أتشدله. كان جوايا إحساسين متناقضين عكس بعض، احساس ان انا نافرة من وجوده في البيت وازاي كده، وفي نفس الوقت انا معجبة بيه وبحبه وبرتاح له.
بتمنى دايما ان انا كنت ارتبط انا مثلا بيه، هو مناسب ليا انا اكتر. بالكلام ده بعد ما قعدنا مع بعض في نفس البيت، وفي يوم كانت ماما تعبانة شوية ونايمة، وانا صحيت علشان ادخل الحمام. ساعتها كان حسين قاعد في الصالة على الانتريه بيتفرج على التلفزيون. دخلت الحمام وطالعة بقى ماشية من جنب الصالة كده علشان بسمع كلام خالته. لقيته نط فجأة، وقف قدامي وبيسألني سؤال غريب: هو انتي عارفة انا اتجوزت امك ليه؟ قلت له معرفش اتجوزتها ليه، اكيد علشان عايز تتجوزها. قال لي لا، انا اتجوزت امك علشان ابقى معاكي انتي، انا وانتي تحت سقف بيت واحد. يا سلام! قلت له انت اتجننت؟ انت جوز امي عايز تبقى معايا تحت سقف بيت واحد؟ وانا ما جاش في بالي ان هو لو فعلا عايزني وعايز يبقى معايا كان ممكن يتقدم لي انا، لان امي ما كانتش بتعمل معاه اي حاجة تبين ان هي كانت معجبة بيه. معنى الكلام ده ان هو اللي قربها منه. اول ما زعقت له قلت له انت جوز امي، انت اتجننت؟ انت ازاي بتقولي كده؟ راح قايل لي ده على الورق، انما القلب ربنا وحده اللي يعلم بيه. والكلمة دي نزلت عليا زي الصعقة. الكلمة دي خلتني اتجمدت في مكاني. الكلمة بجد هزتني من جوه، حركت مشاعري، وبقيت زي الهبلة قدام منه، وكأني من جوايا عايزة أصدق اللي هو بيقوله رغم ان العقل يقول لا. لكن انا صدقت. دخلت انام اليوم ده وانا دماغي بتلف حوالين مني حرفيا، واتمنيت ان فعلا يبقى حسين بيحبني، واتمنيت ان هو بجد من جواه يبقى كلامه ده حقيقي، وصدقته. ده انا كمان بعدها لاحظت ان انا بقيت بغير عليه، وبغير لما بيدخل هو وماما اوضه النوم، وبغير وانا عارفه دلوقتي كويس جدا وهما بيعملوا ايه مع بعض. بغير ان هي عايشه معاه كزوج وزوجه، وهو بيحبني انا طبعا. الفتره دي اللي هي ماما اتجوزت فيها دي كانت حرفيا كل يوم عند خالتي. ماما وخالتي قريبين من بعض جدا، فدايما كانت هي عندها وهي عندنا، وانا قدامي حسين ال24 ساعة. ولما بينزل الشغل اطلع البلكونة بشوفه وهو واقف ويبصلي كل شوية، عينه ما بتنزلش من على بلكونتنا. صدقته. صدقته وصدقت كل كلامه. ده انا كمان بقيت بحبه. ده انا كمان بقيت بقف في البلكونة علشان ابص عليه. واللي اكتر من كده لما ماما كانت تبقى قاعدة ومش عايزة تمشي كنت ببقى هاين عليا اقول لها امشي. لحد ما جه في يوم ولقيت امي بتكلمني وبتقولي خالتك تعبانة قوي وخالتك في المستشفى، انا مش هقدر اجي واسيبها. يعني ايه يا ماما ده؟ واحنا اصلا بالليل وخلاص، يعني فاضل شوية وجوزها هيرجع يخلص شغله ويرجع. قالت لي لا، انا ما اقدرش اسيب خالتك في الوضع ده، اعملي الاكل انتي لحسين وتعشوا سوا، ولو بقى عايز لو بقى عايزة تنامي نامي براحتك، انا مش هسيب اختي غير لما اطمن عليها. ماما نسيت ان حسين ده يبقى جوزها، وان هو مناسب ليا في السن، وكانت بتسيبنا دايما مع بعض. وفي اليوم ده فعلا جه ولقاني لوحدي، وكان باين عليه الفرحة، وواضح ان ماما كلمته في التليفون. كان جاي وجايب معاه حاجات ومكسرات واكل وشرب وحلويات. ايه ده؟ واحد جاي يحتفل ويسهر. ولقيته جايب معاه فيلم وبيقولي تعالي نتفرج، وكان فيلم رومانسي عادي، وفعلا قعدنا وشغله على الشاشة وقعدنا واتفرجنا سوا. اتفرجنا فعلا على الفيلم، وحسيت ساعتها بمشاعر جميلة قوي ناحيته، وحسيت ونسيت خالص ماما، ونسيت هو وجوده في البيت ده عشان خاطر ايه. ساعتها بصلي بكل حب وقال لي اتمنى ان انت تبقي حاسة بيا وتبقي مصدقاني، انا بحبك، انا كنت دايما بتمناكي من زمان قوي. وقال لي على مواقف وحاجات كتيرة حصلت ما بيننا، كان بيجي يجيب لنا حاجة في البيت وافتكرتها كلها، وقلت لنفسي مستحيل يكون فاكر كل ده ومش بيحبني. حسين عرف يخليني احبه،
وفي اليوم ده انا ضعفت والشيطان كان شاطر وقدر فعلا ياخد مني اللي هو عايزه. وانا ساعتها فقدت اغلى حاجة عندي، فقدت كل حاجة حلوة في اللحظة دي، ونسيت تماما ان ده صفته ايه في البيت. حصل اللي حصل وصحيت من نوم الفجر وانا مضطربة وعمالة ابص حوالين نفسي تكون ماما جت وشافتنا واحنا عاملين كده، بس لقيتها ما جاتش. كلمتها في التليفون وقالت لي ان لسه مطمنتش على خالتي وان هي هتيجي الصبح. وطبعا قعدت توصيني على حسين وحضري له فطار وما تخليهوش ينزل من غير فطار وما تعرفش اللي حصل. عدت الايام والمواضيع دي بقت تتكرر بينا كتير. خلاص لما الموضوع بيحصل مرة تقدري تعمليه اكتر من مرة. اتعودت عليه وعشقت كل حاجة بتحصل. اول حاجة في كل حاجة كانت معاه، فانا حبيتها. عدى الوقت بعد كده ولقيت نفسي مليش مزاج لحاجة، وعايزة دايما انام وتعبانة ومش قادرة اصلب طولي، مش قادرة. نفسي غم عليا وظهري بيوجعني وعينيا فيها كسرة، مش عارفة في ايه. وبعد فترة عرفت السبب ان انا حامل. اول ما شفت النتيجة بتاعت التحليل جريت جري على الهايبر وقلت له الحقني انا هموت. قال لي مالك يا بنتي في ايه ومالك يعني مخضوضة كده ليه وبتتكلميني كده ليه، في ايه؟ قلت له انا حامل. قال لي يا نهارك اسود، حامل؟ انت عايزة تخربي بيتي، انت عايزة تبوظي حياتي، انت عايزة ايه بالظبط، عايزة ايه؟ قلت له نعم، يعني ايه؟ قال لي ايوه، معنى كده انت هتفضحينا. قلت له بجد انا اللي هعمل كده؟ انت نسيت ان انت اللي عملت ده؟ مش معقولة. قال لي بس، ودخل عمل شوية تليفونات ولقيته جاي بيقول لي يلا امك عارفة ان انت فين؟ قلت له لا، انا قلت لها ان انا رايحة اشوف شغل. قال لي بس خلاص تعالي يلا بينا، وخدني ورحت عند مكان غريب كده، دكتور عيادة غريبة تحت بير السلم. ودخلت ونمت على الشازلونج، وبعد ساعة قمت وانا مش قادرة وتعبانة وبطني بتوجعني ومش قادرة اصلب طولي، مش عارفة اقف على رجلي. قال لي يلا اركبي التاكسي وروحي بسرعة. قلت له اهو طيب يعني انا مش قادرة، انا تعبانة، طب انا عايزة اريح. قال لي تروحي وقولي لامك اي حاجة ان انت تعبانة، عندك برد، عندك اي نيلة. وقعدت افتكر لما استدرجني ليه وخلاني اعمل كده، وافتكر دلوقتي ده واحد تاني، ده مش هو. طب انا ازاي صدقت الراجل ده؟ روحت وانا متدمرة وجسمي من غير روح ومن غير قلب. كنت في عذاب ضمير وفي نفس الوقت كان في غيرة، وده اللي هيجنني. دلوقتي حسين قريب مني وانا مش قادرة اقول لامي، مش قادرة اعترف لها قد ايه هي متجوزة واحد ندل بجد، ضحك عليا واستغلني واستغل ضعفي. ببقى عايزة اصرخ، ببقى عايزة اصوت، ببقى عايزة اقول لها يا امي الراجل ده عمل معايا كذا وكذا، بس مش قادرة. عايشة في عذاب ضمير. وطبعا غير قصة اللي انا فيه دلوقتي ان انا ما بقيتش بنت وانا بقيت في وضع حرج جدا. حتى لو جالي عريس مناسب انا هعمل ايه؟ مش عارفة. ودلوقتي انا مش عارفة اقول لامي ازاي اعترف لها واقول لها، لان انا مش طايقة حسين ده في البيت. وفي نفس الوقت ببقى بتقطع لما بيدخل اوضة النوم مع امي، او اللي بيبقى نايم جنبها ده بيقعد يهزر ويضحك معاها وهو قاعد، ولا كأن في اي حاجة حصلت. بنبقى قاعدين على الاكل يقعد يبوس ايديها وتسلم ايدك يا قمر وربنا يخليكي ليا وربنا ما يحرمنيش منك. مستحيل امي تصدق ان الراجل ده عامل معايا كده. انا نفسي مش مصدقة، هو ازاي بيعرف يمثل كده؟ الشخص ده عامل كده ازاي؟ قدر يمثل عليا ويمثل على امي؟ اسيبها مخدوعة ولا اقول لها وخلاص وارتاح؟ لان طول ما هو قدامي انا عارفة ان انا تحت رحمته، ومش هكذب عليكم. لو هو قرب مني وحاول يعمل حاجة معايا انا متأكدة ان انا هضعف، ومتأكدة 1,000,000% ان انا هقع وهوافق على اللي هيحصل. ودي كانت قصتي ودي حكايتي، وانا محتاجة اعرف اعمل ايه واتصرف ازاي. وانا هقول رأيي الشخصي دلوقتي.
أتمنى كمان إن انتوا تساعدوني برأيكم الشخصي. أنا شايفة إن هي تروح تعترف لأمها وتقول لها على كل حاجة، لأن هي سايبة أمها كده مع راجل غريب مش أمين، غير أمين. طبعًا غير غلطتها، أنا ما باتكلمش عن غلطتها، أنا باتكلم على التصليح بقى. لازم تروحي تقولي لأمِك وتعترفي لها بكل حاجة وتطلّعي الشخص ده من حياتكم، ولمّا أمِك تعرف تشوفي رَد فعلها، وهي دلوقتي اللي هتبقى مسؤولة على رَد فعلها، حتى لو هي ما سابتهوش فهي اللي هتبقى مسؤولة. وعليكِ ساعتها إن أنتِ ما تبقيش موجودة معاهم، يعني عندكم كذا شقة في البيت، ما تقعدي في شقة لوحدِك، مش عارفة بصراحة. لو كمّلتوا القصة لحد هنا ما تنسوش تشاركوني برأيكم في التعليقات، لإنه أكيد بيهمني، واشتراك في القناة، وفعّلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، ويا ريت لو تعملوا شير لأصحابكم وحبايبكم علشان هُم كمان يتابعوا معانا قصة النهارده.